بتبدأ حكايتنا مع روز واللي بتكون ماشية بالعربية بتاعتها، وبيتصل بيها الدكتور بتاعها وبيكون اسمه كرافن، وبترد عليه روز علشان تعرف ايه اللي حصل، لانها بتكون متحمسة جدا انها تسمع كلامه. وده لان كرافن بيكون مثلها الاعلى، وبيعرفها في المكالمة ان المجلس وافق على الرسالة بتاعتها، ومستنيين منها الفيديو اللي هتعرض فيه اخر الابحاث اللي هي عملتها. والابحاث دي بتكون عن علاج بيعالج مشاكل النحل. وبعد ما بيخلص كلامه روز بتقوله إن هي موافقة وإن هي متحمسة جدا ومبسوطة بالفكرة دي، لكنه بيعرفها إن هي لازم تخلص أبحاثها في نهاية فصل الصيف الحالي. ووقتها روز بتقوله إن لاري شريك المعمل بتاعها مسافر بره البلد دلوقتي ومش موجود معاها في المعمل، وبتقوله إنها في الوقت الحالي شغالة لوحدها والموضوع ممكن ياخد منها أكتر من كده بكتير. لكن ساعتها الدكتور كرافن بيقول لها تحاول تتصرف على قد ما تقدر، لأن دي فرصة كبيرة وممكن ما تتكررش مرة تانية. وأثناء ما هما بيتكلموا بتكون سايقة وما بتبقاش مركزة أوي في الطريق، وفجأة بتظهر قدامها قطة وبتكون هتخبطها، لكنها في اللحظة الأخيرة بتقدر توقف العربية. لكن ساعتها القطة دي بترمي نفسها على الأرض وبتمثل إن هي حصل لها حاجة وإن هي اتخبطت جامد. فساعتها روز بتنزل تشوفها وبتكون عايزة تطمن عليها وبتخاف لا يكون حصل لها حاجة، فبتاخد القطة وبتجري على أقرب ملجأ، وهناك بتطمن إن القطة عايشة وما حصلهاش حاجة. وبتطلب من البنوتة المسؤولة إنها تخلي القطة دي عندهم، وده لأنها مش هتقدر تاخدها لأنها مشغولة طول الوقت بالأبحاث بتاعتها. وساعتها البنوتة بتعرض على روز إن هي تاخد القطة وتربيها، لأن تربية الحيوانات الأليفة ممكن تغير حياتها للأفضل. لكن وقتها روز بتعتذر لها وبتمشي، وأول ما بتركب العربية علشان تتحرك بتفضل قاعدة مع نفسها شوية تفكر، وبتحس بتأنيب الضمير من ناحية القطة، فبتقرر إن هي تنزل تاني وتروح الملجأ. وفعلا بتطلب من البنوتة إن هي تاخد القطة معاها، وبعد ما بتاخد القطة بيتحركوا مع بعض على البيت. وأول ما بيوصلوا البيت بيلاقوه متبهدل، وده لأن روز على طول مش موجودة ومشغولة جدا وما بتكونش مهتمة إن هي ترتبه. وساعتها القطة بتفضل تتحرك في البيت وبتلعب مع روز وبتحسسها إن هي مهمة جدا بالنسبة لها، والشعور ده بيخلي روز مبسوطة جدا. فروز بتسمي القط ده بيكت، وبتقوله إن هي اختارت له الاسم الجميل ده لأن بيكت معناها خلية النحل في اللغة الإنجليزية القديمة. ومن ساعة ما بيكت بقى في حياة روز وحياتها بتتغير للأفضل، وبيكون بيكت هو أهم حاجة في حياتها وبيعيش معاها كل اللحظات بتاعتها الحلوة، وكمان بيشاركها في الأبحاث بتاعتها. وروز دايما بتكون خايفة عليه إن هو يخرج بره البيت، وده لأنها مكهربة الجزء اللي فيه الأزهار، وده علشان كائن الغرير ما يهجمش على النحل ولا يسرق منه العسل. وبتقرر روز إن هي تعمل لبيكت مدخل في باب الشقة علشان يقدر يخرج ويرجع براحته. وقبل ما يناموا كل يوم بالليل روز بتفضل تحكي لبيكت على كل حاجة حصلت في يومها وبتفضفضله بكل حاجة جواها. وبتعدي فترة على الوضع ده، وبيكت بيكون كبر أكتر ووزنه زاد جدا وبقى تخين شوية، وبيقول لنا إن هو بقى في الوزن ده بسبب إن هو ما بيعملش حاجة في حياته خالص غير إن هو ياكل ويلعب. لكنه بيعرفنا إن هو مبسوط جدا بالحياة اللي هو عايشها دي، وإن هو مهما دور مش هيلاقي عيشة مريحة أكتر من اللي عايشها مع روز. وبتعدي الأيام وبيجي اليوم اللي بيوصل فيه لاري للبيت عند روز، وأول ما بيكت بيشوفه ما بيكونش حبه أبدا وبيتضايق منه من غير حتى ما لاري يعمله أي حاجة. وروز بتعرف بيكت على لاري وبتقوله إن هو شريكها في المعمل وإن هو كان خطيبها السابق، ورغم إن هي مش بتحبه كشخص ومش هينفع يكملوا في الخطوبة، إلا إنها بتعترف إن لاري عبقري في كل حاجة تخص أبحاث النحل. وبنشوف لاري أول ما بيدخل من باب البيت، وساعتها بيكت بيقرب منه وبنعرف إن لاري عنده حساسية من القطط وبيفضل يعطس. وبعد كده بيشتغلوا مع بعض على الأبحاث بتاعتهم، وبيفضل لاري يشرح وهو وروز بيعملوا معادلات وتركيبات.
ولما بيتعبوا شوية بياخدوا بريك، ولاري بيطلب لهم بيتزا علشان ياكلوا وبعدها يكملوا الشغل. لكن بيكت وقتها بيستغلوا الموضوع ده وبيروح يلمس البيتزا برجليه، وده علشان رالي أول ما ياكلها يتعب وتجيله الحساسية. وفعلا لاري أول ما بيعمل كده بيتعب وبيفضل يعطس كتير، وآثار الحساسية بتكون باينة عليه لدرجة إن هو بيقع من طوله على الأرض. وروز بتكتشف اللي بيكت عمله، فساعتها بتكون متضايقة منه جدا وبتقرر إن هي تطرده بره البيت علشان تعلمه إن هو ما يعملش كده تاني. وساعتها بيكت بيكون زعلان جدا منها إن هي عملت معاه كده علشان لاري، وبيكون عايز ينتقم بأي طريقة من لاري. فبيقرر وقتها إن هو يروح ويفك كاوتش العربية بتاعته علشان لما لاري يجي يسوق يعمل حادثة. لكن وقتها لاري بيروح مع روز وبيركب العربية بتاعتها وبيمشوا سوا، وساعتها الكاوتش اللي باكت فكه بيكون اتحرك من مكانه، والعربية وقتها بتقع على بيكت وبيموت. وبنرجع مرة تانية وبنشوف روز ولاري وبيكونوا وصلوا عند الدكتور كرافن وبيتكلموا معاه عن الأبحاث بتاعتهم والمادة اللي هما شغالين عليها، وإن المادة دي لما يدوها للنحل هتخلي صحتهم أحسن وإنتاج العسل بتاعهم هيكون أفضل وهيزيد. وكرافن وقتها بيشجعهم وبيقول لهم إن هو متفائل بيهم وحاسس إن هم هيعملوا حاجة محدش عملها زيهم، وهتكون حاجة قوية جدا يدخلوا بيها التاريخ. وأول ما بيمشوا على طول بنشوف الدكتور كرافن بيحاول يقتل نحلة عنده في المكتب، وده لأنه بيكره النحل جدا وبيكره كمان الأبحاث اللي بتتعمل عليهم. وبنفهم إن هو عنده مخطط شرير للقضاء على النحل، علشان كده بينادي على 2 من رجالته وبيأمرهم إنهم يراقبوا روز لأنها شغالة على تركيبة مهمة جدا وهو عايز يسرق منها التركيبة دي. وفي مكان تاني بنشوف باكت وبيكون وصل لمكان غريب موجود فيه كل القطط اللي ماتت، وهناك بيتكلم مع بنت اسمها جريس، وجريس بتقوله إن هو خلص الأرواح ال9 بتوعه والمفروض دلوقتي إن هو مات للأبد، وبتقوله يركب الأسانسير اللي هناك ده علشان يروح لمكان تاني بعيد، والمكان ده محدش بيرجع منه لما بيروحوا. فساعتها باكت بيزعل جدا وبيكون رايح علشان يركب الأسانسير، لكنها لما بتشوفه زعلان بتتأثر وبتنادي عليه وبتقوله إن هي عندها صفقة جديدة لسه أول مرة يجربوها، وإن هو أول واحد هينفذ الشروط بتاعتها. وساعتها باكت بيقولها إن هو موافق على أي شروط بس بشرط إن هو يرجع للحياة تاني، وبتقوله جريس إن دي أول فرصة. وساعتها باكت بيكون مبسوط وبيوافق على أي كلام بتقوله، وبيختم على الورقة اللي فيها الحياة الأولى. وفعلا باكت بينزل الأرض وبيرجع للحياة مرة تانية وبيروح علشان ينام جنب روز في السرير. وأول ما بتحس بوجوده بتكون اطمنت عليه إن هو كان بيلعب بره وقت طويل وإنه رجع تاني. وبيعدي الليل وبيجي تاني يوم الصبح وبتقوم روز من النوم، لكن فجأة بتشوف قدامها كائن غرير، وبنعرف إن الكائن ده هو باكت لكنه نزل على شكل غرير. وساعتها باكت بيفضل يصرخ وما بيكونش عارف ايه اللي حصل وازاي اتحول للكائن ده، وروز بتفضل تجري وراه وبتحاول ان هي تطرده من البيت كله، وهو بيفضل يجري قدامها لحد ما للأسف بيوصل للمكان اللي هي مكهرباه عند الظهور وبيمسك السلك، وساعتها بيتكهرب وبيموت. وبيرجع مرة تانية لجريس وبيسألها هو ليه مرجعش قط زي الأول، فبتقوله جريس إن دي من شروط البرنامج الجديد اللي بيرجعهم مرة تانية للحياة، وبيكون للكائن 10 محاولات بس كل واحدة فيهم بتكون على شكل كائن مختلف. وقبل ما بيتناقش معاها بتقوله إن الحياة التانية بدأت على طول وبتنزله الحياة مرة تانية. وبنروح للدكتور كرافن وبنشوفه هو بيتكلم مع الرجالة بتاعته وبيقول لهم إنهم لازم يتصرفوا ويجيبوا له التركيبة بسرعة لأنه عايز يتخلص من كل النحل اللي في العالم. وبنعرف إن هو عايز يعمل كده لأنه متعقد من النحل من وهو صغير، وده بسبب حادثة هو اتعرض لها،
ولما حصلت له الحادثة دي كل الناس اللي كانت في المدرسة اللي هو فيها كانوا بيضحكوا عليه، حتى مامته واللي المفروض تكون أول واحدة واقفة جنبه، وكانت بتقوله إن شكله بقى وحش، علشان كده هو لازم ينتقم ويتخلص من كل النحل اللي موجود في العالم. وبنرجع لبيكت، وبيكون المرة دي رجع في شكل فار، وبيكون واقف قدام بيت روز وبيفضل يفكر ازاي ممكن يدخل جوه البيت. ولما بيقف عند الشباك بيسمع روز بتتكلم مع لاري وبتقوله ان هي مش عارفة بيكت راح فين، وان هي ما كانتش ينفع تطرده من الاول، وهي السبب في كل حاجة حصلت له، وبتفضل تلوم نفسها وضميرها بيأنبها. فلاري بيقول لها ان القطط عندهم 9 أرواح، وان اكيد مش هيحصل له حاجة وهيكون كويس. ولما بيكت بيسمع الكلام ده بيكون متأثر ومصر ان هو يدخل لروز لانها بتكون مفتقداه وهو كمان بيكون مفتقدها، وبيفضل يفكر لحد ما بيشوف المدخنة واللي بتوصله جوه البيت، وفعلا بيعمل كده وبيبدأ يطلع على المدخنة وخلاص هينط جواها. فجأة بيظهر قدامه صقر وبياخده في رجليه وبيطير، وطبعا الصقر بياكله. وبيرجع بيكت لجريس وساعتها بيقول لها إن هي ممكن تحوله لأي كائن تاني غير الفار، فبتقوله إن ده مش بمزاجه وإن دي من شروط العقد، وبتعرفه إن الحياة التالتة خلاص بدأت. وبيكت بيرجع مرة تانية للحياة، بس المرة دي بيرجع على شكل صرصار صغير وبيدخل البيت بكل سهولة بسبب حجمه. وساعتها بيشوف لاري وهو بيواسف روز، وروز بتقوله إن هي عايزة تتخلص من كل الورق اللي عليه صورة بيكت، وده لأنها حاسة إن هو مش هيرجع تاني. وأثناء ما هي بتتكلم التليفون بتاعها بيرن، فبتقوم علشان ترد عليه، وساعتها باكت بيتحرك وبيروح على لاري، ولاري بيكون بيكره الصراصير وبيخاف منها وما بيحبهاش، وبيفضل بيكت يتحرك عليه ويطارده وبيوصله لدرجة إن هو يقلع هدومه علشان يتخلص منه، لحد ما فعلا بينجح وبيعمل كده. وساعتها روز بتطلب من لاري إن هو يتخلص من الورق بتاع بيكت ويحطه في مفرمة الورق، وللأسف بيكت بيكون على واحد من الأوراق دي ولاري مش بياخد باله منه وبيرميه مع الورق في المفرمة، وساعتها بيموت باكت. وبيرجع تاني لجريس وساعتها بتفضل تضحك عليه وبتقوله إن الموتة بتاعته المرة دي كانت صعبة جدا ومش بتديله فرصة يتكلم معاها، وبتعرفه إن الحياة اللي بعدها بدأت على طول. وبينزل بيكت مرة تانية، لكن المرة دي رجع على شكل بغبغان وبيكون موجود في نفس متجر الحيوانات الأليفة، وبيكون قاعد جنب طائر تاني وهما الاتنين بيتكلموا مع بعض، لحد ما فجأة بتيجي روز ولاري وبيكونوا جايين علشان روز قررت إن هي تتخلص من كل حاجة تخص باكت، علشان لما بتشوفها بتكون زعلانة وبتحس إنها متضايقة. وساعتها البنوتة اللي في المحل بتقول لها إن هي ممكن تاخد بداله بغبغان مكان القط اللي اختفى، لكن روز بتقول لها إن هي مش مستعدة تربي حيوان أليف مرة تانية وخصوصا الفترة دي. وأول ما بتبص على البغبغان بتشوف عينيه نفس لون عيون بيكت، وساعتها بتتأثر أكتر وبتمشي، وبيكت بيشوفها من الشباك وهي خلاص بتمشي وبيكون زعلان جدا وعايز يروح معاها. وبيكت بيفضل يتمشى في المتجر، والطائر التاني اللي معاه بيقف على حاجز خشب كبير، لكنه لما بيقف بيكت بيكون واقف تحته على طول، وفجأة الحاجز الخشب بيقع وطبعا بيقع على بيكت، فساعتها بيموت وبيبدأ في الحياة اللي بعدها، وبيكون اتحول لكلب وبيتعرف على كلب تاني، فالكلب بيسأله هو عايز يروح فين، فساعتها بيكت بيقوله إن هو بيدور على صاحبته روز، فالكلب بيقوله إن هو ممكن يستخدم أقوى حاسة عندهم وهي حاسة الشم، لكن ساعتها بيكت ما بيكونش متدرب على استخدامها، وده لأنه أول مرة يجرب شعور إنه يكون كلب، لكنه على طول بيبدأ يستخدمها وفعلا بتنجح وبيقدر يحدد مكان روز. وفي التوقيت ده روز ولاري بيكونوا في المعمل مع بعض وشغالين على التركيبة، وفعلا بيقدروا إن هم يعملوها بنجاح،
وهما الاتنين بيفضلوا يحتفلوا بالإنجاز اللي هما عملوه، وإن أخيرا العينة بتاعتهم نجحت بعد محاولات وتعب كتير. وفي التوقيت ده رجالة كرافن بيكونوا واقفين وبيشوفوا اللي حصل من المنظار، فبيقرروا إن هما يقتحموا المعمل ويسرقوا منهم التركيبة. لكن في الوقت ده بيكت بيكون وصل، وعلى طول أول ما بيعرف مخططهم بيهجم عليهم وبيفضل يجري وراهم، وعلى طول بيركبوا العربية بتاعتهم. بس بيكت بينجح إنه يركب معاهم العربية وبيفضل يهجم عليهم وهم سايقين، وطبعا السواق ما بيبقاش مركز ومش عارف يمشي ازاي لحد ما بيقفوا عند حافة نهر، وساعتها بيكت بيقع في المية وبيموت. وعلى طول بيبدأ الحياة اللي بعدها وبيتحول لسمكة، وبيلاقي نفسه موجود في حوض سمك، والحوض ده بيكون في مكتب كرافن. وساعتها بيشوف روز ولاري، وكرافن بيتكلم معاهم، وبيكونوا الاتنين فرحانين ان هما بيشاركوه النجاح بتاعهم وانهم قدروا يخلصوا التركيبة. وكرافن بيحاول ان هو ينافقهم ويعمل نفسه مبسوط. وأول ما بيمشوا كرافن بيقول للرجالة اللي شغالة معاه إن هو قدر يعمل دراع آلية جديدة، والدراع دي هيخليه يتحكم في عدد كبير جدا من النحل الإلكتروني. وبيبدأ يشغل الجهاز ويجربه، وفعلا بيحرك عدد كبير من النحل بإشارة واحدة من الإيد اللي هو اخترعها، والرجالة بتوعه بيكونوا منبهرين. وفي التوقيت ده بيكت بيكون شايف كل حاجة وبيكون عايز ينتقم منه، فبينط من حوض السمك وبينزل في الكوباية بتاعت كرافن. ولما كرافن بيجي يشرب اللي فيها بيكت ساعتها بيقف في زوره، فبيطلعوا رجالته يجروا عليه علشان يخرجوا الحاجة اللي وقفت في زوره، وفعلا بيقدروا ان هما يخرجوا باكت. فبيكت بيطير ناحية الشباك، وفجأة بيظهر قدامه صقر وبيطير بيه علشان ياكله، فبيموت باكت. وبيكون بيكت وصل عند جريس، لكن المرة دي ما بيكونش زعلان وبيكون مبسوط وبيفضل يهزر مع الكل، وده لأنه في الحياة اللي فاتت كان بيحاول إن هو يساعد روز. فجريس ساعتها بتقوله إن هي المرة دي هتحوله لحاجة قوية يقدر فعلا يساعد بيها روز، وفعلا بيتحول لحصان وبيكون موجود جنب البيت بتاع روز. وبنعرف إن روز ولاري بدأوا إن هما يتقربوا لبعض من تاني، والاتنين بيقرروا إنهم يروحوا يتفرجوا على غروب الشمس ويحتفلوا مع بعض بنجاح التجربة بتاعتهم. فبيخرجوا من البيت، لكنهم بيتفاجئوا بالحصان واقف قدام البيت، وبيفضلوا يلعبوا معاه وبيشوفوه حصان جميل جدا وودود، وبياخدوه وبيروحوا يتفرجوا على الغروب سوا. وبنروح لكرافن وبيقرر إن هو يسرق التركيبة خلاص، لكن بيكت بيشوفه وبيروح علشان يمنعه وبيدخل وراه البيت وبيبدأ يهجم عليه. وكرافن بيحاول إن هو يهرب منه، لكن بيكت بيفضل يطارده وبيجري وراه وبيمنعه بكل الطرق إن هو ياخد التركيبة. وطبعا لأنه بيطارده وبيحاول يمنعه فبيكسر المعمل كله. وأول ما روز بترجع وبتشوف المعمل متكسر بتفضل على طول تزعق للحصان وبتقوله إن هو السبب في اللي حصل، وإن التركيبة اللي شغالين عليها وتعبوا فيها جدا هو جه وبوظها، وبتكون متضايقة منه جدا وبتطرده. وساعتها بيكت بيمشي وهو زعلان وبينادي على جريس علشان تسحبه لأنه ما بقاش عايز يكمل في الحياة دي. وفعلا جريس بتسمع كلامه وبتسحبه عندها. وفي التوقيت ده لاري وروز بيكونوا بيدوروا على أي حاجة في المعمل، وبيشوف إن لسه في واحدة من التركيبات سليمة، فبيقول لروز إنهم ممكن يشتغلوا على التركيبة دي ويعرضوها على طول قدام الناس علشان يثبتوا لهم إن هم صح، وبعدها يعملوا مركبات تانية. وبنرجع لبيكت وجريس وبيكون بيتكلم معاها وهو محبط وفقد الأمل، لكن جريس ساعتها بتقوله إن هو لازم يكمل ويرجع تاني علشان ينقذ روز. وبتحوله المرة دي في شكل نحلة، وبيكون محبوس في القفص اللي روز هتعرضه في المؤتمر. وبيبدأ المؤتمر ورجالة كرافن بيروحوا علشان يسرقوا التركيبة من روز وبيبدلوها بتركيبة تانية. وروز بتكون مشغولة في الوقت ده لأنها بتكون بتتكلم على المسرح قدام الجمهور كلهم وبتشرح لهم فكرة التركيبة.
وفي مكان تاني بنشوف الرجالة بتاعت كرافن ورايحين يهجموا على لاري وبيضربوه وبياخدوا منه التركيبة. وفي الوقت ده بيكت بيخرج وبيهجم عليهم، لكن للأسف ما بيلحقش، وبتكون روز استخدمت التركيبة المزيفة على النحل، والنحل كله بيموت قدام الجمهور. وبعدها على طول كرافن بيطلع على المسرح وبيقول لكل الجمهور إن هو عنده تركيبة واختراع هيغير البشرية كلها، وبيستدعي النحل الآلي اللي هو صنعه وبيخليه يهجم على كل الناس اللي موجودة، وبتكون روز منهم. وبيكت في التوقيت ده بيكون وصل عند جريس وبيقول لها إن هو ما كانش يعرف إنه لما يقرص حد هيموت بعدها. فساعتها جريس بتقوله إن دي آخر حياة هو هيعيشها ولازم يركز فيها، فبيقول لها ترجعه بسرعة علشان يلحق ينقذ روز، لكن المرة دي تحوله لحاجة قوية زي الديناصورات مثلا أو فيل ضخم جدا. وفعلا بترجعه المرة دي، لكنه بيكون في جسمه العادي. وبيرجع بيكت وبيهجم على طول على رجالة كرافن وبيحاول إن هو يساعد روز، وروز أول ما بتشوفه على طول بتحضنه وبيكون وحشها جدا. وبنشوف إن النحل الآلي بدأ يخرج عن السيطرة وبيجري بشكل عشوائي وبيهجم على كل الناس بما فيهم كرافن، وكلهم بيحاولوا يهربوا منه لحد ما بيقدروا يخرجوا بره. وساعتها روز بتقرر إن هي تنط في المية، وبيكت بينط وراها بسرعة علشان يقدر ينقذها، ولاري على طول بيروح علشان ينقذ روز، وبيكت بيكون في المية وبيفضل يزقها لحد ما تطلع براها، ولاري بيشدها من ايد والايد التانية بتكون في المية وبتمدها لبيكت علشان يطلع هو كمان، لكنها للأسف ما بتقدرش تمسكه وبيغرق وبيموت. وبيرجع مرة تانية لجريس وبتكون المرة دي فخورة بيه ومبسوطة جدا، وبيفضلوا هما الاتنين يحتفلوا لأنه كان قد المهمة بتاعته وقدر إن هو ينقذ روز. وبيكت بيكون مبسوط هو كمان وفرحان علشان عمل اللي عليه. وبعدها جريس بتقوله إن طبعا طبقا للقوانين لازم يركب الأسانسير، وساعتها بيكت بيقول لها إن هو مش زعلان علشان هيطلع في الأسانسير، وبيشكرها على كل حاجة عملتها معاه. وبتعدي فترة وبنشوف لاري وروز وبيكونوا داخلين محل حيوانات علشان يشتروا حيوان أليف لبنوتتهم الصغيرة، والبنوتة الصغيرة بتختار قطة، وبتكون القطة دي لسه مولودة بس لون عيونها نفس لون عيون بيكت. وساعتها بياخدوا القطة دي وروز بتشكر البنوتة اللي في المتجر، فبتقول لها أنا اسمي جريس، وبعدها بيمشوا. وبنت روز بتسألها هي ممكن تسمي القط بتاعها ايه، فساعتها روز بتقول لها انها تسميه بيكت. وبعد كده بيختفي المتجر اللي اشتروا منه بيكت الصغير، وبنعرف ان اللي كانت موجودة في المتجر هي جريس، وبتكون ادت فرصة لبيكت ان هو يرجع للحياة من جديد. وبيكت بيقول لنا انه هيعيش حياة جديدة من الاول، لكن المرة دي هو عارف ان الحياة اللي فاتت ان هو لو حب كل اللي حواليه من قلبه مش هيحتاج اكتر من حياة واحدة بس علشان يعيشها، ومتأكد ان حياته المرة دي هتكون مختلفة عن اي مرة فاتت. ولحد هنا بتخلص حكايتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد.